رجعنا تاني معاكم وانضم لنا طبعا نجم كبير جدا، يعني لو قعدنا نتكلم عليه هنتكلم عليه كتير. طبعا هنقول في الاول على فكره نجم النادي الاهلي ونجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخب مصر ومدير الكره الحالي في نادي الزمالك كابتن ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا كريم؟ مبسوط ان انت معايا اول يوم هنا ويعني افتتاحيه خير ان شاء الله. ربنا يخليك. في البدايه طبعا انا ببارك لك وبارك لقناه النهار، وان شاء الله تكون او برنامج الكرة كل يوم اهو البتاع ده كبير قوي اهو. معلش عشان لسه احنا امبارح ما شاء الله. لا يعني انا اهم حاجه ان شاء الله تكون ان شاء الله برنامج يكون هادف ويكون محايد، ده باذن الله، ويكون ما يزعلش حد، خصوصا الجماهير بتتاثر من الكلام اللي بيتقال في اي قناه. انا والله بحاول يا كابتن ابراهيم، يعني في كل برامجي حتى يعني قبل كده في نير رياضه في القناه اللي انا اشتغلت فيها في الاذاعه ببقى محايد جدا، بنسى ميولي، بنسى الحاجات دي، بنسى علاقتي القويه باي حد، بنحاول يعني نتعامل بصدق ووضوح ان دي رياضه مش مستاهله الخناقات دي شهاده. انت عارف ان انا راجل بتكلم ما جاملش، يعني انت حتى ما كنت في الراديو في القنوات اللي اشتغلت فيها كلها كنت بتتكلم باحترام، وكنت بتشتغل انت موهبتك انت مش عشان انت كابتن حسن شحاته مؤثر على، انما انت راجل بتشتغل وشغلك باين وراجل ليك وجود في اي برنامج بتشتغل فيه. شكرا يا كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم، يعني وانت داخل الاستوديو حاسس ان انت مش ابراهيم حسن اللي بيضحك وبيهرج وحاسس كده ان انت شويه النهارده مش مبسوط، فسالتك قلت لك انا مزعلك في حاجه، قلت لي لا انا شويه من الماتش. يعني الماتش يعني زعلان ليه طيب؟ زعلان من نتيجه المباراه. يعني انا حاسس ان احنا وشايف ان كان احنا بالنسبه لنا النتيجه الماتش كله في صالحنا، واحنا احق ان احنا نفوز نادي الزمالك احق باللي يفوز بالمباراه. الامكانيات البدنيه والفنيه والتكتيكيه حتى التدريبيه، حتى المدرب تفوقنا الحمد لله في كل حاجه. يعني حسام تفوق كويس جدا. احنا كناش متوقعين بصراحه، كلنا قبل المباراه كنا قاعدين قلنا خلاص الاهلي فارق ب5 نقط، وكنتش متوقع بصراحه الشكل الكويس اللي ظهر بيه نادي الزمالك. انا كنت متفائل، ومن بعد مباراه المصري عادي جدا. مباراه المصري طبعا خساره ما كانتش متوقعه والواحد ما كانش منتظرها، بس احنا بالنسبه لنا دي محطات بالنسبه كجهاز وكده واللعيبه، محطه عدت وخلاص. انما احنا شايفين ان احنا من اول الدوري احنا شغالين كويس قوي، في تعب، في الناس كلها كانت في ايام الثوره كلها كانت في بيوتها، في ناس كانت خايفه تنزل، والناس صعب الظروف انها كانت تنزل عشان الظروف كانت البلد مش كويسه. احنا كنا الفريق الوحيد او الناس الوحيده في اي شغل في اي مجال اللي شغالين كان نادي الزمالك جهاز ولاعيبه، فتعبنا. فالواحد يعني كان الهدف، كنا اليوم ده مستنيين المباراه بتاع امبارح دي، ومستنيين الفتره الاخيره الحسم الماتشات الاخيره عشان نلعب على بطوله الدوري. ايه اللي زعلك امبارح غير نتيجه اللقاء؟ يعني غير نتيجه اللقاء النتيجة. اللي حسسك ان انت ما كنتش مبسوط او حاسس ان في هجوم عليك مثلا او على كابتن حسام؟ لا حاجات كتير. انا حاسس نمره واحد بان المباراه بتاعتنا ان احنا في ظلم واقع من احنا ما فيش مباراه بتطلع لنادي الزمالك الا لما بيحصل لازم في ظلم واقع صعب جدا عليك. ما فيش في ماتش كوره، ما فيش مباراه رياضيه ولا في اي مجال في الرياضه، في اي لعبه بتطلع كل فرقه كل ماتش لازم يبقى فيه ظلم، ولازم يبقى فيه غلطات تاثر على نتيجه المباراه وعلى نقاط المباراه بالنسبه لنادي الزمالك. طب تيجي نقرب كده شويه ونتكلم اكثر صراحه ونقرب من الموضوع. يعني انت زعلان من امبارح من الموقف اللي هو يعني الحكم انا عايز اسال سؤال، بس الحكم كان ماشي يا كابتن ابراهيم كويس برضه يعني طول المباراه. ما انا بتكلم، ما انا هكلمك. ما هو انت طول المباراه وحاجه بسيطه، حاجه غلطه او غلطتين بتخلص على تعبك كله، تعب تعب 90 دقيقه، او تعب المباراه اللي انت عملتها، او تعب موسم. يعني انت بتتكلم يعني ايه حكم 2 لعيبه وحكم اوروبي، وهي معروفه في اتحاد دولي في الفيفا او في اوروبا بيحترموا البني ادم او بيحترموا الادميه. انت راجل دلوقتي، واهم حاجه سلامه اللعيبه، اهم حاجه الفيفا بتعملها سلامه اللعيبه، الفير بلاي طبعا. الفير بلاي. انت عندك 2 لعيبه واقعين على الارض، تمام؟ انت جواك سوء نيه كحكم، سوء نيه من ناحيه ال2 لعيبه اللي واقعين دول. انك بتقول بيمثلوا. طب بيمثلوا ايه اللي ممكن تعمله؟ اكتر من مره، حتى لو شوف في الشوط الاولاني في كره لجعفر كان واقع على الارض تقريبا، برده ما رضاش يوقف اللعب، مشى اللعب، واكتر من لعيبه حصلت. هي الكره معانا هنا دلوقتي اللي هي اللي قبل الهدف على طول. دلوقتي انا بقول النادي الاهلي عمره ما كان هيجيب جون تعادل الا لما يكون ناقصين 2. احنا بالعكس، ابراهيم صلاح كان واقع عند 18 قدام، احنا كان ناقصين 3 لو تاخد بالك. احنا كان ابراهيم صلاح واقع في 18 هناك
في مره عند في النادي 18 عند النادي الاهلي. وكان عاشور وكان بيعالج عاشور عمر جابر لو تشوف اللقطه. كان رايح عشان يفك له الكرامب والاوت اتلعب. الاخ مانويل جوزيه المفروض كان واقف على الخط، وهو اللي ضغط على اللعيب بتاعه اللي يلعب طبعا الاوت. هو حتى اللعيب بتاعه مش منتظر، هو عايزين ما عنديش النيه ان هو ان يشوف الراجل اللي وقع. طبعا بمساعده الحكم لقى. طب انت حاسس ان الحكم مثلا يا كابتن ابراهيم قصد الموضوع ده، او كان عايز مثلا النادي الاهلي يتفوق في اللقطه دي؟ انا اشك ان في الحكم ده لما بيجي مصر. اصل هم جابوا الكاميرا على الحكم وعاشور واقع. عاشور اساسا الكوره ما حدش لمسه. عاشور في الاعاده هو شاط الكوره، بس هو دكتور مصطفى قال هو جاله كرامب. طب ايه المشكله؟ ولعيب تاني واقع هناك، ما سلامه اللعيب ده ما تشوفه، ايه المشكله؟ اللعيب دوت وقع او 2 لعيبه واقعين، طب ما انا صفر واقف اللعيب دوت اتعالج دقيقه او نص دقيقه او اي حاجه. لو اتعالج دقيقه احسب ده وقت ضايع، عشان لو حتى لو الفرد لو. طب وائل جمعه بيقول لك ايه وانت بتقول له ايه يا كابتن ابراهيم في اللقطه دي؟ ما يعني بيدافع، ما هو طبعا بيقول اي حاجه يعني. جون دخل فهم انت عارف لما انت لعيب كوره لما يبقى لعيب فرحان ان النتيجه في صالحه فبيقعد يهديك وبتاع، وما فيش كان يعني كلام كويس. وائل كويس ما فيش مشكله، بس هو بيحاول يهدي. بقول له الاثنين واقعين المفروض يوقف. قال لي يا كابتن ومش عارف اصل هم ما فهمش حاجه ولا حاجه، مش فاكر بالظبط يعني. فبقول له ازاي 2 واقعين؟ المفروض الفير بلاي لازم توقف اللعب. ايوه. وبعدين انت لو عايز تحسب وقت اضافي، لو انا نادي الزمالك متفوق لسه 2-1 لاخر مباراه او النتيجه في صالحي، وشايف ان في لعيبه بتقول مثلت او لعيبه مش مقتنع ان هم مصابين، زود الوقت. يعني هو ادى 10 دقايق ولعب 7. لا انا ما بتكلمش على دي الجزئيه دي. يعني انا دلوقتي الاثنين واقعين والماتش ماشي تمام، وال 45 دقيقه الفتره اللي هو هيوقف فيهم اللعب يزودهم. شوف عالجت عاشور، شوف عالجت ابراهيم صلاح، شوف عالجت الجهاز الفني النادي الاهلي. يمكن سمعت امبارح بيدرو اللي هو المدرب العام في المؤتمر الصحفي قال لك ان اللعيبه وقعت كتير في نادي الزمالك، فالحكم حس ان اللعيبه الاصابات يعني فيها تمثيليه شويه او فيها افكرك بموقف لما في ماتش من الماتشات محمد شوقي لما كان عنده ركبته بايظه في ماتشات والاهلي هيلعب ناقص كل التغييرات، بقى ينزل يقعد في الارض. ماتش الانتاج الحربي لا مش الانتاج الحربي، كان النادي الاهلي متقدم في المقاولين. لا مش المقاولين، مع الشرطه المقاولين اللي الجيش ما اعرفش. وماتش تاني وماتش تاني محمد شوقي، وماتش تاني مع تقريبا حسام عاشور حد كده تقريبا. كل شويه ينزلوا الملعب يقع في الارض، والحكم كان حكم مصري يوقف اللعب تماما عشان يخرج، وهو عارف ان هو بيمثل وعارف انه ضاع. يعني انا ما جاتش في دماغي بصراحه الواقعه دي، بس فعلا حصل. يعني واحنا كنا الماتش كان متعادلين ماتش الجيش، عشان كمال بيطلع الكره بره عشان اللعيب من عند الفرقه الثانيه تنزل. احنا عندنا لعيبه بيعرفوا الفير بلاي، بيعرفوا المؤدبين جدا، محترمين جدا، ما بيدوروش، ما فيش خبث. شوف انت جعفر لما كان طالع من الملعب طالع بيجري واحنا كسبانين 2-1، حتى ما مش عارف يمشي، مش عارف حتى يتمشى عشان يضيع وقت. ما فيش الخبث والحاجه دي اللي موجوده عند فرقه ثانيه. فهو المفروض انت راجل حكم، انت الحكم مشدود. انت مشدود ليه؟ اللعيب مصاب، الاثنين لعيبه مصابين، اعمل اللي عليك. الاثنين دول ما هم الاثنين دول عشان ينزل لهم حد يشوفهم مش هيطلعوا بره الخط، ما يقدروش يستكملوا المباراه الا لما يطلعوا واللعب يستأنف، وبعد كده انزلهم. طب ما الاثنين دول هيأثروا عليا وهم بره. خلاص عاقب اللعيبه دي لو انت شايف ان هم مصابين. وانت ليه سوء النيه؟ ولو قاموا على طول ولا حاجه يبقى في انذار. انت ليه سوء النيه؟ سوء النيه ليه محطوط؟ اعمل بحسن النيه ان اللعيبه دول مصابين. طيب خلاص موقف كابتن هذا الموقف الثاني يدي 10 دقائق وبعد كده لعب 7 يطلع واحد. وشوف هو الراجل صفر فين؟ صفر وهو عند احنا شفنا الحكم وهو ضرب سبرنت ابن لذينه كده. الحكم اول ما صدق الكره الناحيه الثانيه ناحيه الطلوع في اوض اللبس، ايوه قرب من اوضه اللبس، واحد ببدله تقريبا المرافق بتاعه قال له انهي المباراه. قال له انهي المباراه، والكلام ده موجود. لو تعيد لو في كاميرا بس في ناس عندهم ضمير. معانا اللقطات اعتقد. تمام. غلطات كتيره في لعيبه اتطرد، عاشور اتطرد واقف على عند الاعلان. فطبعا حاجات صعبه جدا. انت دلوقتي 10 دقائق وفرقه مطرود منها واحد، وانت عارف يعني ايه مباراه زمالك واهلي. يعني اي ثانيه ممكن فرقه تتفوق، وفرقه لما تكون ناقصه وانت متفوق اصلا زي ما هو كاملين ناقصين، انت متفوق عليهم وانت احسن منهم. وانت راكب في كل حاجه زي ما بقول لك تكتيكيا وفنيا وبدنيا بالنسبه للعيبه اللي معاك. ودي مش انا مش يعني مش مثلا متحيز لفرقتي، دي حقيقه.
ويكفي ان جمهور كلنا، وانا بقول لك كلنا شفنا امبارح يعني الشوط الاول كان مميز جدا، وكان الزمالك ممكن يزود فيه النتيجه. انا كنت بشفق عليهم والله، انا قلت انا كان لو الجون الثالث جه ما اعتقدش انت بتشفق على النادي بشفق، لان